مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني اللي شايفه في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا. عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية. فرحتينا بتعلينا وبتاخدي دايما بإيدين ولادنا. مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا، مدرسة عالهوا. الخير عليكم أصدقاء صديقاتي في كل مكان. مساء النجاح والتفوق والإصرار والعزيمة ومتعة التعلم. النهاردة يمكن نتعلم من مدرسة على الهواء الكثير والكثير، الفهم بيتضح وكمان كثير من المعاني متضحة أمامنا. النهاردة مواصلين معاكم مع مادة اللغة الإنجليزية ودي للصف الثاني الثانوي، وحديثنا النهاردة عن الجزء الثاني من الوحدة السادسة وشرح قاعدة F وقاعدة ووش. طبعا هنتكلم بصراحة وضوح عن هذه الاستخدامات وبنشوف تدريبات كثيرة متعددة. النهاردة بتقدم لنا هذه المادة الراقية والجميلة جدا والمحببة لعدد كبير مننا ميس إيمان المصري، خبيرة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم. هناخد فاصل ونعود لنستقبل ميس إيمان، خليكم معنا. Hello my dear students, Korean viewers watching us now, and welcome in another episode of our program School on Air. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهواء. طبعا today's episode is made specially for the students of the second year secondary. حلقة النهاردة معمولة خصيصا لطلبة الصف الثاني الثانوي، حبايبنا اللي عاملين شغل جامد جدا واللي دايما بقول انهم اشطر طلبة في مصر السنة دي. I wish you the best of luck. بتمنى لكم افضل الحظ في الامتحانات كلها. وخلاص النهاردة بنخلص بقى يونت 6 وهنبتدي من الحلقة الجاية المراجعات هتمشي كده. الحلقة بالظبط عاملة ازاي؟ هناخد جزء منها مراجعة لواحدة من اليونتس، والجزء التاني هيبقى مراجعة أو أسئلة وحاجات خاصة بالدراما. عندي ليكم بس زي كده استفتاء هنعمله، اكتبوا لي في الكومنتس بتاعت اليوتيوب الناس اللي بتشوفنا، انتوا عاوزين نبتدي المراجعة من يونت 1 ونرجع، ولا نبتدي من الاخر من يونت 6 نراجع وبعد كده نطلع على اليونتس التانية؟ حددوا لي عايزين ايه بالظبط علشان اجهز الماتيريال على الاساس ده. النهارده هناخد بقى في محتاجين الوقت جدا. احنا عارفين ان احنا المره اللي فاتت اخدنا جزء من يونت 6 الخاص بالريدنج بالكلمات، وكمان انتوا عملتوا هايلايت على جمل قاعده اف اللي انا طلبتها منكم وشفتكم وانتوا كاتبينها في الكومنتس او في تعليقات اليوتيوب. طبعا بشكركم جدا. وتعالوا بقى النهارده نشرح قاعده اف بالتفصيل، ولو اتبقى لينا وقت ان شاء الله كمان هناخد قاعده ويش واف اونلي. تعالوا نشوف كده تاني عنوان اليونت بتاعنا على السكرين هيبان. اليونت عنوانها بيقول learning from our mistakes. learning from our mistakes. طبعا المعنى ده مرتبط بشكل كبير قوي بقاعده اف. ليه بقى؟ كتير قوي قاعده اف بستخدمها في ان انا بتخيل موقف بالشكل اللي ما كانش عليه. يعني ايه؟ شويه فيها ساعات استخدمها في الريجرات، شويه تانية استخدمها في ان انا نفسي الموقف اللي موجود ده يتغير، او اقول يا ربي لو كان الموقف كذا كان هيبقى الوضع او النتيجه الريزلت كانت هتبقى حاجه تانية. يبقى انا دلوقتي لما بتعلم من اخطائي معنى ان انا بعرف الخطا عباره عن ايه، بحاول اتخيل كده لو كان الحاجه تمت بشكل مختلف، زي القصه او الحدوته اللي حكيناها المره اللي فاتت بتاعه كريسمس كارول والراجل البخيل واللي كان سيء مع الناس وازاي يتعلم من اخطائه. تعالوا بقى نشوف كده conditional if قاعده الجرامر وهنقول عنها ايه النهارده. احنا الاول بس قبل ما نبدا احنا عارفين ان هي بتقسم لاربع حالات. عندنا في 4 different cases of if. عندنا zero condition اللي هي اول واحده هنبدا بيها النهارده اللي انتم شايفينها على السكرين.
طب في ايه كمان؟ عندنا الفيرست كيس الحالة الأولى، second كيس الحالة الثانية، والثيرد كيس. طيب لو بصينا بسرعة على الزيرو كونديشن أو الزيرو كيس وقلنا يا ترى قاعدة اف دي في حالة الزيرو كيس بستخدمها امتى أو بستخدمها ليه؟ طبعا الستراكشر بتاعها الأول هو present simple present simple. أنا متأكدة إن انتوا خدتوا قاعدة اف قبل كده وفاكرين شوية تركيب أو حاجة، لكن الاستخدام وكمان ان في زيرو والزيرو دي present simple وpresent simple الجملتين اللي هي الاف كلوز وال other clause او المين كلوز. بستخدمها علشان اتكلم على الفاكتس وعلى الهابتس. طب احنا في ناس شاطره، انا كنت سالتكم السؤال المره اللي فاتت اللي هو احنا ليه استخدمنا هنا في جملة من الجمل بتاعة الدرس أو الستوري اللي كانت موجودة، اللي هو قال يعني فيها فكرة إنه أنت بتسمايل على طول، أو المفروض إن أنت تبقى يعني على طول مكشر. الجملة دي ما استخدمهاش بود، استخدمها بحالة البريزنت سيمبل على طول. طيب ليه ما استخدمش هنا will plus the infinitive واستخدمها في الحالة الزيرو؟ طبعا الجملة دي كانت موجودة الحلقة اللي فاتت وشفت ناس ردت عليا، لأنه أنا زي ما اتفقنا الحالة الزيرو دي بستخدمها في حاجتين. لو في حقيقة علمية، يعني أنا بقول لو حصل كذا النتيجة هتبقى كذا ومفيش أوبشن تاني، مفيش غير النتيجة دي، مش هينفع يبقى في أوبشن تاني مختلف. تمام؟ زي حالة إيه؟ زي ما احنا شايفين كده if we heat wax، يعني لو احنا سخنا الشمع بيحصل له ايه؟ it melts، بيسيح. هل ممكن يبقى فيه اوبشن تاني؟ مفيش اوبشن تاني. لو سخنا الشمع لازم هيسيح. دي النتيجة المنطقية او الحقيقة العلمية عن الواكس او الشمع. تعالوا نشوف الجملة كده علشان برضو تبقى قدامكم. if we heat wax it melts، بيسيح. present simple و present simple. طبعا كلمة heat في ال present simple وكلمة melts اللي هي يسيح برضو في ال present simple، وطبعا حطينا s لأن الفاعل هنا it. طيب في ايه كمان؟ في if water is frozen، طبعا الكلمة دي المفروض if يعني حرف f هنا المفروض يكون موجود. if water is frozen، لو المية تجمدت أو حاولنا نجمد المية نحطها في درجة حرارة ساقعة جدا it turns to ice. اللي بيحصل للمية بتتحول لآيس، تلج. اوكي؟ بتتحول لتلج. دي برضو حقيقة علمية، مفيش اوبشن تاني. لو وصلناها لدرجة حرارة التجمد بيحصل ايه للمية؟ اكيد بتفضل بتتحول لحالة الايس. في طبعا مركبات تانية ممكن ما تتحولش لحالة الايس، لكن الحقيقة العلمية بتقول ان ده الاوبشن الوحيد اللي موجود، ما فيش حاجات تانية بتحصل. اوكي؟ ده بالنسبة للمية. فبالتالي لما يبقى فاكت انا هعبر عنه بالطريقة دي. طب بصوا كده الجملة الثالثة مختلفة بقى شوية، بتقول ايه؟ when I have a headache I get some sleep. لما انا بيكون عندي صداع I get some sleep، بيحصل ايه؟ بروح اخد شوية كده قسط من الراحة او بنام شوية. طب هي دي حقيقة علمية؟ لا مش ضروري، ده في كذا اوبشن هنا. يعني في ممكن ان انا حد يروح ينام، حد ياخد دواء، حد يروح للدكتور، حد مثلا يشغل نفسه بحاجة. في كذا اوبشن ممكن يعالج لي فكرة الهدك غير النوم. ولكن ليه استخدمت هنا الزيرو كونديشن؟ وده كان سؤال الحلقة اللي فاتت اللي شفت ناس طبعا كانت بتجاوب عليه في التعليقات. وطبعا الإجابة إنه ساعات الزيرو كونديشن بتعبر عن الهابت، العادة بتاعت الشخص. هنا اللي بتكلم على شخص بعينه، شخص محدد. يعني ممكن أقول if أو when Sam has a headache he gets some sleep. دي العادة بتاعت سام. أو أنا مثلا زي ما في الجملة دي بقول لو أنا عندي headache، حسيت بصداع، أنا متعود كل مرة بعمل إيه؟ I get some sleep. عشان كده حطيناها في present simple، لأن أنا بتكلم على العادات بتاعت الشخص أو العادة بتاعتي في الجملة دي. أنا عايز أعرفك إن دي عادتي، مش بقولك إن أنا عندي مثلا والله لو حد حس إن هو عنده صداع ممكن يعمل كذا،
ممكن يعمل كذا، ممكن يعمل كذا. في الحالة دي لازم اجيب will plus the infinitive. لكن انا بعبر عن عادة الشخص، يبقى انا هجيب ال present simple. واحنا عارفين ان اصلا اللي هو طبعا المضارع البسيط، احنا عارفين انه اصلا ال present simple بيتم استخدامه للتعبير عن العادات. يبقى انا الزيرو كونديشن كتير قوي كان متعارف عليها انها بس للحقائق، ولكن كنا نتفاجئ نشوف الجمل دي فيها present simple ومش حقيقة علمية، بتتكلم عن موقف عادي زي ده. فلا نحط في بالنا ان هي بتيجي تعبر عن الهابتس. كده عرفنا الحالة اللي هي الزيرو امتى بستخدمها. تعالوا بقى نشوف كيس 1 اللي هي الحالة الأولى، ويا ترى برضو استخداماتها ايه. أنا دلوقتي هتخيل موقف احنا قاعدين سوا كده، وأنا قاعدة بقول والله ده أنا لو جبت مثلا، قاعدين بقى وبتفرج كده على البيت، لو جبت الأنتريه ده غيرت لونه وخليته لون أزرق بدل اللون الأصفر اللي هنا ده، هيكون الشكل أحلى. أوكي، يبقى أنا قاعدة دلوقتي في البريزنت ستيت، أنا في الحالة بتاعة الحاضر، وبتكلم بقول انه والله لو غيرنا الانتريه ده وجبنا لون تاني هيبقى اللون ده لايق اكتر، او اللون ده هيبقى افضل. في الحالة دي انا بتخيل حاجة في البريزنت والنتيجة بتاعتها ممكن تحصل. اوكي، حاجة possible انها تحصل، يعني ممكن فعلا ان النتيجة دي تتم. ممكن اروح اشتري مثلا يعني اساس تاني او قطعة اساس تانية واغيرها، يعني حاجة ممكن انها تتحقق. يبقى انا عندي الكيس 1 بتتكلم عن حاجة ممكن تتحقق. طب امال كيس 2 كيس 3؟ كيس 2 حاجة صعب جدا انها تتحقق. اوكي، والله لو اتكلمنا من الشكل النظري هي ممكن تتحقق، ولكن الشكل العملي هي مش هتتحقق. هقول لكم ازاي. طب امال الحالة الثالثة مستحيل تتحقق because it's too late، لان الوقت اتأخر، لاني بتكلم على الماضي. هرجع اقول لكم نفس الفكرة دي تاني دلوقتي مع كل كيس منفصلة. نرجع تاني لكيس 1. كيس 1 بتتكلم عن حاجة ممكن انا بفكر فيها في الوضع الحالي، وان النتيجة بتاعتها في المستقبل او النتيجة المنطقية اللي ممكن تحصل هتكون شيء possible to happen، حاجة ممكن فعلا ان هو يحصل. طب تعالوا نشوف كده امثلة غير مثال الفرنتشر. تعالوا نشوف كده كام مثال موجودين خاصة بكيس 1. طبعا present simple ده الستراكتشر بتاعها بتبقى الجملة بتاعت F او F close بتبقى present simple، يعني المضارع البسيط. والجملة الثانية اللي بفصلها عن ال F close بكاما بتبقى will او should او may او can plus the infinitive. بتبقى الواحدة من الحاجات دي من الموديل فيربس ديت مع الانفينيتيف، يعني will مع الانفينيتيف. ممكن كمان استخدم should، ايوه، في حالة النصيحة. لو انا بقول نصيحة وهنشوف مثال عليها دلوقتي، او النتيجة هي عبارة عن نصيحة، فبالتالي ينفع استخدم should عادي جدا مع الانفينيتيف. طب may، ممكن may لو انا شاكة في ان النتيجة ممكن تكون كده قوي، يعني will لو النتيجة شبه مؤكدة. لكن may بستخدمها لما أكون عايزة أبين إن في شك بسيط في النتيجة دي إنها تكون بالطريقة دي. وكمان كلمة can علشان أعبر عن القدرة. أوكي، طيب يبقى كده في استخدامات مختلفة لقاعدة F، في استخدامات مختلفة للموديل فيرب أو الفعل الناقص اللي بستخدمه كنتيجة لجملة F. اوكي، تعالوا نشوف برضو we use it to talk about the consequences of the future. طبعا if something changed in the present، يعني if there's a change in the present, what are the consequences of the future؟ ايه الحاجات اللي ممكن هتبقى نتيجة او تترتب على التغيير ده في المستقبل؟ دي بقى كلها توقعاتي باستخدام الكلمة لو. اوكي، دي كده case 1. تعالوا نشوف الاكزامبلز. if he leaves early، لو هو غادر المكان بدري، he'll be able to catch the bus. he will be able to catch the bus. أو ممكن أجيبها طبعا مختصرة بإني أحط مع he apostrophe ll. المنظر ده ما يخدناش، يعني مثلا بدل ما أكتب he will be ممكن جدا أكتبها كده علشان نبقى عارفين برضو شكل الاختصارات ازاي. he'll be. أوكي، يبقى ده كده شكل برضو من أشكال الاختصارات بتاعت will. يبقى دي كده معناها will
be ولكن abbreviations. المفروض بقى احنا عارفين كلمة الشورت short form و abbreviations والحاجات دي احنا واخدينها في يونت قبل كده. طب خلاص كده يبقى if he leaves early، لو هو غادر بدري دلوقتي احنا بنتكلم في البريزنت، هتبقى النتيجة ايه؟ ان في المستقبل، حتى لو المستقبل القريب، انه هيلحق الباص، هيقدر ان هو يلحق الباص. طبعا كلمة catch هنا بمعنى يحصله مش يمسكه. اوكي؟ if students pass this year، ممكن دي تكون جامعة مثلا بتقول لنا لو الطلبة عدوا السنة دي، يعني لو الطالب او مجموعة الطلبة اللي هيعدوا السنة دي مالهم بقى they can enroll in the following course. ماشي، هما يقدروا خلاص طالما عدوا، يبقى انا عايزه اعبر عن المقدره هنا ان اللي هيعدي هو اللي هيقدر، لكن التانيين مش هينفع. وطبعا ده باختياراتهم، يعني مش ضروري will هنا، مش ضروري اقول they will enroll، لا، ممكن انا اديهم option يقدموا او ما يقدموش في الكورس اللي جاي. اوكي؟ طيب يبقى نقول الجمله تاني if students pass this year، لو الطلبه عدت السنه دي، pass طبعا في present simple، they can enroll in the following course، يقدروا ان هم يقدموا في الكورس القادم. تمام؟ يبقى دي كده علشان اعبر عن القدرة ان اللي هيقدر يعمل كده الطلبة اللي عدت السنة. وطبعا ده still احنا في كيس 1، احنا في الحالة الاولى، لان طبعا عندي كذا اوبشن تاني في النتيجة، ممكن يقدموا ما يقدموش، ده اللي هي حقيقة علمية ولا هي habit. اوكي؟ طيب تاني كده if Laura fights the virus، لو لورا حاربت الفيروس ده she will defeat it and be better، هتهزمه وهتكون افضل. ممكن اشيل will هنا واحط كان؟ طبعا عادي جدا، لانها بتدي معنى مقارب قوي للي احنا عايزين نقوله. يعني لو لورا حاربت الفيروس هتهزمه وكمان هتكون حالتها افضل. هل في اوبشنز تانية؟ دي مش حقيقة علمية يا شباب، احنا بنتكلم في حاجة في العلوم، في العلوم فيروس والكلام ده كله وفايتنج فيروسز، ولكن مش ده الاوبشن الوحيد. ممكن ما تقدرش انها تهزمه، ممكن تقدر تهزمه ولكن ما تبقاش افضل. يبقى احنا الاوضاع هنا فيها كذا اوبشن، فبالتالي بنستخدم case 1. علشان كده قلنا she will defeat it and be better، هتهزمه وتبقى افضل. ممكن اقول she may defeat it and be better لو انا مش متأكد من النتيجة قوي. وممكن اقول she can defeat it and be better، طبعا defeat معنى يهزم، and be better يعني تقدر تهزمه وتبقى افضل، عايز اعبر عن المقدرة. يبقى عرفنا كده استخدامات الموديل فيربس المختلفة، وكمان كيس 1 الشكل بتاعها بيكون ايه. في كمان في كيس 1 نقدر نقوله ممكن هنا كمان استخدم كيس 1 علشان ادي نصيحة. يعني لو انت عاوز تعمل كذا المفروض ان انت تقوم بالفعل ده. اوكي؟ يعني لو انت عاوز تنجح المفروض او يجب عليك ان انت تذاكر كويس. اوكي؟ لو انت عاوز الناس تحبك يجب عليك انك تعاملهم باحترام. اوكي؟ او تعملهم كويس. يبقى دي كده عبارة عن ان انا بستخدم الجزء الثاني من F في ابداء النصيحة، او ان انا ادي نصيحة. احنا لسه في كيس 1، ايوه احنا لسه في كيس 1. حاجات كلها ينفع تتحقق، وحاجات كلها مش معنية بموقف بعينه او بتكلم مثلا عن موقف في الماضي، لا، ده انا بتكلم على حاجة في البريزنت وبقول لك انت لو عاوز حاجة دي تحصل يجب عليك انك تقوم بشيء معين. اوكي؟ تعالوا كده نشوف هنستخدم يجب ازاي، او هنستخدم كلمة should ازاي. If you want to lose weight، لو انت عايز تخسر وزن او عايز تقلل في الوزن بتاعك، you should cut down on calories، لازم تقلل من السعرات الحرارية اللي بتاكلها في اليوم. اوكي؟ cut down on معناه يقلل، ده كده verb على بعضه وبعده 2 حرف جر، 2 preposition بيدينا معنى تاني غير كلمة cut. cut طبعا يعني يقطع، ولكن cut down on يعني يقلل، to decrease. اوكي؟ طب تاني كده if you want to lose weight، لو انت عاوز تخسر وزن you should cut down on calories. ايه اللي حصل هنا؟ جبت should، انا بدي لك نصيحة. اوكي؟ طبعا في options تانية، ممكن اقول لك you should do some sports،
اوكي، يعني في كذا اوبشن اهو، في كذا اوبشن. هل دي فاكتس، حقيقة علمية احطها بقى في درجة الحقيقة العلمية، او ان ده الاوبشن الوحيد اللي هيحصل فاستخدم الزيرو؟ لا، لان عندي انه ممكن يكون في ناس بتقلل الكالوريز وما بتعرفش تخس برضو، في حاجات تانية بتعيقها، ولكن في عندي كذا اوبشن كمان. ممكن يكون عندي playing doing sports مثلا، ممكن يكون عندي حاجة تانية غير الكالوريز، زي مثلا ان انا امنع اكل حاجات معينة، وهكذا. ده كله عبارة عن اوبشنز للنتيجة، فبالتالي بستخدم كيس 1 افضل في حالة زي الحالة دي. تعالوا نشوف الجملة تاني بتقول ايه. If you want to lose weight you should cut down on calories. المفروض تقلل من السعرات الحرارية. طيب تعالوا نشوف حاجة تانية، مثال تاني. If you speak English well، لو انت بتتكلم انجلش كويس you may get this job. انا بقول لك دلوقتي انت مثلا ايه، حد عايز تقدم على وظيفة، او مثلا حد في بالك او حلمك انك تحصل على وظيفة معينة بعينها، فبقول لك ايه، والله لو انت بتتكلم انجلش حلو، خلاص ده انا بتكلم على البريزنت تايم اهو، لو بتتكلم انجلش حلو النتيجة اللي هتحصل ايه؟ you may get this job. انت ممكن فعلا تحصل على الوظيفة دي، ولكن انا استخدمت may هنا ليه؟ برضو في probability، في احتمالية، وطبعا مش دي الكيس، مش النتيجة الوحيدة، بالتالي يبقى لازم استخدم كيس 1. في عندي كذا اوبشن، ممكن اخدها ممكن ما اخدهاش، ممكن اخد وظيفة احسن، ممكن اخد وظيفة مختلفة، يبقى في كذا اوبشن. طب واستخدمنا may ليه؟ اللي بيتكلم هنا عايز يعرفنا انه مش ده الشرط الوحيد، او مش ده الاوبشن الوحيد. ممكن انا اكون كويس في الانجليش وبرضه ما ياخدونيش، اوكي؟ ممكن، وممكن سبب ان انا كويس في الانجليش يكون ده السبب ان انا احصل على الوظيفة. فبالتالي استخدمنا هنا may علشان في زي كده 30% of certainty، تأكيد بنسبة 50%. طيب في ايه كمان جملة من كيس 1 بتقول if Tim meets you، لو تيم قابلك don't tell him your secret أو our secret، ما تقولوش السر بتاعنا، أوكي؟ هنا بقى اختلفنا شوية، ما حطيناش model verb أصلا، أمال عملنا إيه؟ ده احنا حطينا فعل أمر. تعالوا نشوف كده الجملة. if Tim meets you، لو قابلك تيم، أدي present simple أهو. don't tell him our secret، ما حطيناش هنا بقى فاعل ولا حاجة، ده احنا ابتدينا الجملة بجملة imperative، يعني جملة اللي هي تكملة الجملة بتاعت F، أو المين كلوز، أو الجملة الأساسية في جملة F اللي هي النتيجة، مالها ممكن جدا تيجي في صيغة imperative أو في صيغة أمر. عادي؟ عادي وصح جدا. ممكن كمان بدل don't tell تبقى tell، برضو imperative، ولكن affirmative اللي هو المثبت، ده فعل أمر منفي. ممكن أقول له tell him our secret، قول له السر بتاعنا. if Tim meets you tell him our secret، من غير بقى لا فاعل ولا أي حاجة، ده أنا بقول لك كده زي أمر، فعل أمر، أوكي؟ يعني ممكن في كيس 1 يجي بالشكل ده فعل أمر، ممكن يجي أمر، يبقى احنا عرفنا هيجي will مع الانفينيتيف، هيجي may علشان تبين لي ان في probability او احتمالية حدوث الشيء ولكني مش متأكد بنسبة 100%، هتيجي كان علشان تعبر لي على المقدرة، ان انا اقدر او ان انت تقدر يكون النتيجة كذا، اوكي؟ تقدر تقوم بالنتيجة دي. هيجي كمان معايا should علشان اقدم نصيحة، لو انا عايزة ادي نصيحة لشخص فهقول should، لو انت عاوز يحصل كذا you should do this. كمان ممكن يجي فعل أمر أو جملة أمر بدل ما أجيب model verb أصلا، وده كله بيندرج تحت كيس 1 أو تحت الحالة الأولى. شباب فهمنا لقاعدة F أساسي جدا جدا، علشان انتوا هتحتاجوها بشكل كبير جدا في سنة تالتة، فاوعى تفوتها أو اوعى تعديها عادي كده، لازم تحط في بالك انك تفهم قاعدة F كويس. الكلام اللي بيقوله ده كله هتحتاجه ان شاء الله في تالتة سنة. طب تعالوا بقى نشوف الكيس التانية أو الحالة التانية. احنا قلنا الحالة الأولى ممكن جدا النتيجة تحصل وأنا بتكلم على البريزنت تايم. طب الحالة التانية دي عبارة عن إيه؟ past simple ماضي بسيط مع would والinfinitive. تاني كده past simple ماضي بسيط مع would والinfinitive. حد بقى هيقول لي أنا عرفت كده يا مس دي تتكلم عن الماضي، هقول لك لأ، الحالة التانية ملهاش أي علاقة بالماضي غير شكلها فقط.
يعني ملهاش علاقة بالماضي نهائيا، ولا بتتكلم على الماضي خالص، هي بتتكلم على الحاضر، بس احنا شكلها بس اللي حطيناه في الماضي. طب ايه اللخبطه دي وليه كده؟ في حاجه عندنا في الانجليش اسمها subjunctive. ايه هي السبجنكتيف فورم ده؟ يعني هي شويه بتكون حالات تخيليه، يعني مش ده الحاجه او الواقع اللي حاصل. يعني مثلا لو انا قلت لك for example احمد، احنا يعني هنغير من قاعده اف، هنتكلم شويه على مثلا السجستشن. هقول لك مثلا let's say احمد improves his English. يعني انا دلوقتي عرفت المعلومة دي عن احمد، انه هو بيحسن الانجليش بتاعه بشكل مستمر او حاجة. اوكي، معلش يعني خط القلم شوية. احمد improves his English، ده كده ايه؟ present simple، عادي جدا. طب لو انا مثلا حطيته كسجستشن، بقول اقتراح، لكن هل الاقتراح ده احمد بيعمله فعلا؟ دي كده معناها ان احمد بيعمله فعلا. اوكي، الجمله دي متصرفه مع الفاعل، احمد بيعمله فعلا، بيعمل الاكشن ده فعلا. طب لو انا قلت لك مثلا دلوقتي I suggest، يعني انا بقترح، I suggest احمد، هحط بقى الفيرب هنا ايه؟ هقول I suggest احمد improve ولا improves؟ الشاطر بقى اللي فاهم يعني ايه subjunctive هيرد عليا، فهقول I suggest احمد improve من غير اس. ايه ده؟ يعني هنجيب كلمة احمد اللي هي المفروض يعني فاعل مفرد، وهجيبه من غير ما احط للفعل اس. ليه بقى؟ improve his English، دي تكملة الجملة طبعا، his English، يبقى I suggest أحمد improve his English. عملنا ليه كده؟ أصل في كلمة suggest موجودة. طب يعني ده برضو معناه إيه؟ بنحط الفعل هنا في حالة الستم أو الانفينيتيف. أوكي، دي الأكثر شهرة بالنسبة لكم، رغم إن عندي كلمة أحمد موجودة. طب ليه عملت ده؟ لأن الحقيقة إنه أحمد ده مجرد اقتراح. هل أحمد بيقوم بفعل الامبروفمنت ده؟ هل هو بيحسن نفسه فعلا دلوقتي؟ لا. لو انا حطيت اس او صرفت الفعل عادي جدا مع كلمة احمد، يبقى انا بتكلم على اكشن احمد بيعمله. لكن انا بس السجستشن ده او الاقتراح ده مجرد زي حالة كده تخيلية، والله انا بقترح انه احمد يحسن الانجليش بتاعه، لكن هو ما عملش، ده مجرد اقتراح. في الحالة دي انا بحطه في الانفينيتيف. اوكي، او الفعل اللي بيجي مش متصرف مع الفعل. اوكي، بيجي infinitive. نفس كده في حالات تانية برضو. يعني انتوا كتير جدا برضو فكرة السبجنكتيف دي لانها عبارة عن فكرة تخيلية، مش فكرة ان الفعل بيتم فعلا. لما يتم بقى واحمد ياخد بالاقتراح بجد ويشوف ان هو اقتراح مناسب ويقوم بيه، ساعتها هنصرف الفعل ونقول احمد improves his English، او احمد is improving his English these days، بيحسن اليومين دول من الانجليش بتاعه. ساعتها لكن ده مش بيحصل في حالات السبجنكتيف او الحالات اللي هي شوية تخيلية او مقترحات او الكلام ده كله. عندنا حالات السبجنكتيف بنلاقيها فين؟ بنلاقيها في قاعدة اف اللي هي السكند كيس، بنلاقيها في وش لو لحقنا هنتكلم عنها النهارده، لان هي عباره عن ان انا بتمنى شيء لكنه مش بيحصل فعليا، فبلاقي ان تصريف الفعل مختلف عن الواقع او مختلف عن الزمن الحقيقي. زي قاعده اف اللي هي السكند كيس. دلوقتي احنا بنقول انه انا بتخيل حاجه دلوقتي في البريزنت، ولكن عشان هي مجرد تخيل او صعبه انها تحصل يعني، اوكي، لكن نظريا في الخيال ممكن تتحقق. اوكي، يعني لو قلت لك مثلا انا لو كسبت مثلا $1,000,000 انا هجيب او هشتري جزيرة على البحر. اوكي مثلا، هل دي نظريا مش ممكن تحصل؟ بقى لو كسبت مبلغ كبير كده ممكن تشتري اللي انت عاوزه. اوكي، نظريا تحصل، لكن في الواقع مش هتحصل لان دي مجرد تخيلات. يبقى انا بتكلم دلوقتي في حالة تانية او في كيس 2 على خيال. اوكي، just imagination. هو كل الفكرة ان انا بتخيل شيء معين. لما بتخيل الشيء
ما ينفعش ان انا احطه في تصريفاته السليمة او تعبر عن الزمن السليم، لان ده معناه لو الزمن السليم او الزمن الواقعي بتاعه ده معناه انه بيتحقق بالفعل، ولكن هو مجرد خيال، فبالتالي انا بنقله لزمن تاني. في الحالة بقى بتاعت اف اللي هي الكيس التانية، ايه الزمن التاني البديل؟ استخدمنا الباست. ولو تلاحظوا ان كمان لو جه بعدها verb to be او لو جه الباست ده في verb to be، بيبقى كل verb to be اللي موجود بيجي معاه where، ما جيبش was ما بتبقاش في الجرامر سليمة في الحالة دي. يعني اقول I wear هقول I wear، ما اقولش I was. ليه برضو؟ لان دي حاجة تخيلية مش حاجة هي اللي بتحصل في الواقع، وهي عبارة عن حاجة ممكن من الصعب انها تحصل، او مثلا نصيحة بقولها وانت تمشي عليها او ما تمشيش، لكن مش فعليا حققتها، وبالتالي عشان هي مجرد خيالات مش حاجة واقعية انا بجيبها في زمن مخالف. تعالوا كده نشوف examples للحالة دي. زي ما اتفقنا الستراكشر بتاعها هو past simple would plus the infinitive. هنشوفها على السكرين حالا. to talk about imaginary situations عشان نتكلم على مواقف تخيلية that are unlikely to happen in the present or the future. هي بتعبر عن البريزنت الأول والفيوتشر، مش بتتكلم على الباست خالص، رغم ان تكوينها باست. أنا بتخيل حاجة دلوقتي أوكي في البريزنت، أو حاجة للمستقبل بتخيلها للمستقبل، أو بتخيلها للبريزنت، ولكنها الخيال ده علشان هي حاجة صعبة انها تحصل في الواقع. يعني ممكن في الخيال في النظريات تحصل، ولكن نظريا لكن في الواقع هي صعبة انها تحصل، وبالتالي انا استخدمت معاها الباست اللي ما بيعبرش عن زمنها. يا ريت بقى يكون كل الكونفيوجن اللي حاصل او التردد اللي حاصل واللخبطة اللي حاصلة بالنسبة لاستخدام كيس 2 وانها مرتبطة بالماضي ننساه بقى خالص، هي ما بتعبرش عن الماضي. واحد قاعد دلوقتي كده واحنا قاعدين اصحاب سوا بقى، وعايزه اخوفكم شويه، فبقول لكم ايه؟ if I saw a ghost I would run fast. طبعا دي حاجه صعبه انها تحصل اوكي، فهو بيتخيل كده انتوا اصحاب قاعدين سوا عايزين ترعبوا بعض شويه، والله انا لو شفت شبح دلوقتي انا هجري بسرعه اوكي، فيوم واحد بقى منطور من مكانه خايف والكلام ده. طبعا دي حالة تخيلية، دي مش واقع، وصعبة انها تحصل في الواقع، فبالتالي حطيناها في كيس 2 اللي هي saw في الباست simple، would run would في الباست اللي هي الباست بتاع will، مع كلمة run في الانفينيتيف اوكي. يبقى would جاي بعدها الفعل على طول في الانفينيتيف، لان الحالة اللي بعد كده هتبقى فيها would بس مختلفة، اللي بيجي بعدها حاجة تانية. يبقى عرفنا تيجي اول مثال. في مثال ايه تاني تخيلي؟ If I became a millionaire، لو أنا بقيت مليونير، I would buy an island، أنا هشتري جزيرة. أنا قاعدة أنا برضو وأصحابي كده، أو أنا وأخوتي في البيت، ولا بكلم ماما وبابا أقول لهم والله ده أنا لو بقيت مليونير أول حاجة هعملها إن أنا هشتري جزيرة. هل ده بتعبر عن أرض الواقع؟ لا، ما بتكلمش ولا بعبر عن أرض الواقع، أنا بتكلم على شيء تخيلي، وبالتالي عشان هو شيء تخيلي أنا استخدمت الباست واستخدمت كيس 2 في F. طيب if I had a magic wand، والله لو أنا كان معايا عصاية سحرية دلوقتي، I would throw a spell on you، أنا كنت هحولك كده، يعني هحولك لحاجة. throw a spell يعني يلقي عليك لعنة معينة اوكي، متغاظ بقى من واحد من اصحابي، من واحد من اللي بتخانق معاهم، فبقول له والله لو كان معايا عصا سحريه دلوقتي كنت سخطتك قرد مثلا اوكي. يبقى دي كده مثلا حاجه من الحالات. هل ده حقيقي؟ هل ده في مقدوري ان انا اعمله؟ لا، هو صعب انه يحصل، ولكن نظريا لو انا فعلا معايا ماجيك واند ده ممكن يتحقق، ان انا ارمي عليك السبيل بتاعي، او ان انا احط عليك اللي هي الحاجه اللي بنسميها اللعنه شويه او كده اوكي. يبقى احنا زي ما اتفقنا عندنا past simple اهو. if I had a magic wand I would have thrown a spell on you. دي كده كيس 2. لا، احنا هنرجع تاني لكيس 2 لسه في قدامنا كلام فيها اوكي. هنشوف بقى كده examples تانية. في كيس 2 ممكن استخدم كيس 2 في حاله ان انا عايزه ادي ادفايس، وبرضه في حالات النصيحه يعني، او حالات الايماجينيشن تاني بس باستخدام مثلا كلمه where اوكي.
طيب تعالوا كده نشوف examples. أنا هدي نصيحة في F، هدي نصيحة في قاعدة F. إزاي؟ هقول مثلا what would my life be if I were an animal. أنا كده بتخيل. أوكي؟ يا ترى كانت حياتي هتبقى إيه لو أنا كنت مثلا حاجة من الحيوانات؟ هتتغير إزاي حياتي، أو حياتي هتبقى شكلها إيه؟ أوكي؟ ده كده تخيل مش حقيقة، واستخدمنا هنا كلمة where. أوكي؟ يعني كلمة where if I were كذا مش دايما برضو بستخدمها في النصيحة فقط، ممكن استخدمها في مواقف imagination. اوكي؟ يبقى انا عندي كلمة where زي ما اتفقنا جاية بعد كمان كلمة I. المفروض ان احنا عارفين ان الجرامر السليم بيقول لنا ايه؟ في انه كلمة I الماضي اللي يجي معاها من verb to be هي كلمة was. اوكي؟ لكن لو قلت I was an animal، I was an animal يعني انا كنت مثلا حيوان. اوكي؟ اهو I was an animal. هل دي حاجة منطقية يا شباب؟ ما ينفعش. هو في بني آدم في الدنيا من المنطقي انه يكون كان حيوان قبل كده مثلا أو لا، ما ينفعش. وبالتالي استخدامي لكلمة was هنا مش أقرب للصواب أبدا. أمال المفروض استخدم إيه؟ where. وطالما حولنا where هنا، شايفين ليه ساعات بنغير في حالات الجرامر او بنعمل exceptions او بنطبق حالات كده شاذة شوية؟ ليه؟ علشان نعبر على ان الموقف تخيلي او ان الموقف مش حاصل في الحقيقة، مش في الواقع. لو انا قلت I were an animal على طول كده هيجي في بالي ان الشخص ده ما بيكلمش بجد، ده هو بيكلمني في فكرة تخيلية. اوكي؟ على طول. ليه؟ علشان انا استخدمت كلمة where، غيرت القاعدة الأساسية أو الأصلية. أوكي؟ وطبعا استخدامي كلمة was هنا ما ينفعش. تمام؟ يبقى تاني كده هنرجع للشاشة بتاعت اللي فيها الأمثلة وهنقول what would my life be if I were an animal. أنا بسألك دلوقتي في الحاضر، أو أنا بفكر مع نفسي وأنا قاعد كده ماسك بذاكر، سرحت كالعادة يعني زي ما بنسرح واحنا بنذاكر، وبعدين قعدت افكر كده والله يا ترى لو انا كنت دلوقتي مثلا عصفور في السماء كان زمان هيبقى حياتي عاملة ازاي او مختلفة ازاي. اوكي؟ يبقى ده كده واحدة من الأمثلة اللي ممكن استخدم فيها case to كimagination أو تخيل مع verb to be اللي هي كلمة where، وزي ما اتفقنا بتيجي بعد I where. طيب if I were you لو أنا مكانك، دي بقى هنا اتنقلنا للنصيحة الادفايس. I would study more. كنت زماني بقى سبت الهبل بقى والتخيلات اللي انت عمال تتخيلها دي وكنت ذاكرت أكتر. اوكي؟ سيبك من السرحان واقعد ذاكر أكتر. يبقى if I were you لو أنا مكانك I would study more، كنت ذاكرت أكتر. ده كده عبارة عن إيه؟ present time. أنا بتكلم في الوقت الحاضر، رغم إني بستخدم كل ماضي كده، were في الماضي would في الماضي، أيوة، ولكن أنا بقول لك لو أنا مكانك، وأنا عمري ما هكون مكانك، أنا بس بتخيل. وكمان بنستخدم الستراكشر ده علشان أدي نصيحة. يبقى أنا لو حابب أدي نصيحة لحد ممكن أستخدم should، وممكن أستخدم الاستخدام بتاع if I were you. if I were you بمعنى لو مكانك كنت زماني عملت كذا. دي كلها عبارة عن تخيلات وإبداء نصيحة في شكل تخيل إني أكون مكانك. أوكي؟ عشان كده استخدمنا case to بالشكل ده. طب أنا عايز أرجع بس للجملة اللي فاتت الأخيرة اللي احنا شايفينها دي. أوكي؟ اللي هي دي if I had a magic wand I would throw a spell on you. في عندي شكل تاني هو بيدي نفس المعنى ونفس الاستخدام ونفس الزمن اللي هو البريزنت، ان انا بتكلم في الحاضر ولكن باستخدام طبعا افعال الماضي، نفس كل حاجة، ولكن هغير في شكل الجملة. اوكي؟ طب ازاي؟ هتبقى شكل الجملة بالطريقة دي. بدل ما اقول if I had هشيل كلمة F. أنا عندي الجملة هي بتقول if I had a magic wand اللي هي العصا السحرية I would مثلا I would bring
a lot of money. أو I would bring a treasure. أوكي؟ كنز مثلا. أوكي؟ هجيب كنز. لو أنا معايا عصا سحرية أنا هجيب كنز. طب أنا بقى هغير في الستراكشر بإني أعمل إيه؟ هشيل اف دي خالص. أوكي؟ وهجيب هاد أبدأ بيها الجملة بتاعتي. تمام؟ وهحط I بعد هاد. يبقى كلمة هاد دي بدلناها بكلمة اف. العكس، يعني بدلنا كلمة اف بكلمة هاد. وتبقى الجملة بتاعتي بالشكل ده. had I a magic wand، يعني لو كان معايا magic wand عصا سحرية I would مع تكملة الجملة bring a treasure اللي هو الكنز. تمام؟ يبقى احنا كده يا شباب زي ما انتوا شايفين دي كده قاعدة اف برضو. اف مش موجودة بس دي قاعدة اف. دي كده حاجة انا بستخدم كلمة هاد بديلا عن كلمة اف في الجملة وبشيل اف خالص، ولكنها بتعبر لي على نفس المعنى بالظبط. اوكي؟ بحط كلمة هاد خلاص ومش محتاجة كمان ان انا استخدم كلمة هاد تاني او الفعل بتاع هاد تاني. في حالة ان هاد هي الفعل الرئيسي وبحطها في الماضي عادي جدا وبستخدم الفاعل بعدها، وبعدين بجيب زي ما انتوا شايفين كده تكملة الجملة والجزء التاني برضو would مع الانفينيتيف زي ما انتوا شايفين. اوكي؟ نفس الستراكشر ده ممكن استخدمه في الحالة الثالثة اللي هنتكلم عنها لسه، ولكن الاختلاف ان انا بستخدم had وبعد كده بجيب الفعل الاصلي في الباست بارتيسيبل، لان الحالة الثالثة عندنا عبارة عن استخدام للباست بيرفكت او الماضي التام. تمام؟ يبقى دي كده الحالة الثانية ممكن استخدم had I. طيب تعالي كده بقى نشوف الحالة الثالثة او الكيس 3، واخيرا وصلنا للحالة اللي بتتكلم عن الماضي. يبقى احنا الحالات اللي فاتت كلها ما فيهمش اي حاله بتتكلم عن الماضي يا شباب، حتى لو في عندي structure او شكل الماضي في الجمله. الحاله الثالثه هي الوحيده اللي بتتكلم عن الماضي. قصتها ايه بقى؟ انا دلوقتي في موقف حصل بشكل معين. اوكي؟ انا بقى سبت الموقف ده واتضايقت من نفسي وبلوم نفسي، او مثلا حد تاني بيلومني وبقول لو كنت عملت كذا ما كانتش النتيجه هتبقى بالشكل ده، او لو كنت عملت كذا كانت النتيجة هتكون بالشكل ده. ولكن ايه اللي حصل فعليا؟ اللي حصل فعليا هو عكس جملة اف تماما. اوكي؟ طب الحالة الثالثة بتعبر لي عن حاجة ممكن تحصل؟ لا، بتعبر عن حاجة مستحيل انها تحصل. It's impossible to happen because it's too late. لان الوقت اتأخر خلاص، اللي حصل حصل وما ينفعش يرجع ان انا ارجع بالزمن. بقى آلة الزمن لو موجودة ساعتها ممكن لكن ما ينفعش ان انا ارجع بالزمن تاني واغير اللي حصل. علشان كده بنقول ان احنا الحالة الكيس الثالثة دي بتتكلم عن موقف في الماضي. اوكي؟ بعبر عن موقف في الماضي and it's impossible to happen. جملة اف دي مستحيل انها تحصل لان انا بعبر عن الموقف اللي حصل في الماضي بشكل مختلف. تعالوا نشوف كده examples ليها. طبعا هي بتستخدم ال past perfect الماضي التام plus would have plus the past participle. يبقى انا عندي would تاني اهو، بس جه بعدها ايه في الحالة الثالثة؟ كلمة have مع التصريف الثالث، مش have كفعل اصلي. اوكي؟ have مع التصريف الثالث، يعني انا جبت past perfect اللي هي had مع التصريف الثالث، والجملة الثانية اللي هي النتيجة بتاعت f هتبقى would have plus the past participle. would have مع التصريف الثالث علشان ايه؟ to talk about a situation in the past that is impossible to happen. تتكلم عن موقف في الماضي مستحيل ان هو يحصل. طيب تعالوا نشوف examples. If I had been more organized I would have found my documents. لو انا كنت منظم اكتر كان زماني لقيت الدوكيومنتس او الوثائق بتاعتي. يبقى الواقع بيقول ايه؟ هل هو لا الوثائق؟ لا. هل هو منظم؟ لا. اوكي؟ هو عكس اف تماما. ده حاجة في الماضي. عرفت منين انا بتكلم عن الماضي؟ عندي اهو الماضي التام وعندي would have مع التصريف الثالث. ده بتكلم على situation في الماضي او موقف في الماضي. طيب انا مش organized وانا مش لقيت الدوكيمنت بتاعتي، بقول لو كنت بقى انا كده كان زماني لقيتهم دلوقتي. يبقى انا كده بعمل regret.
انا ندمان على اني مش organized ومتضايق ان انا ما لقيتش الدوكيومنتس. اوكي، regret طبعا اللي هو الندم او blaming myself. يبقى انا عندي طبعا ممكن في قاعده اف اللي هي الحاله الثالثه يبقى عندي regret اللي هو الندم او البليم ان انا بلوم نفسي او بلوم شخص اخر. اوكي، دي كده التعبيرات اللي بتعبر عنها قاعده اف في الحاله الثالثه. طب في ايه كمان؟ if I had studied better لو كنت ذاكرت افضل I would have passed the course كان زماني عديت الكورس ده. هل الشخص ذاكر افضل؟ لا. هل هو عدى الكورس؟ لا، هو ما عداش الكورس، هو قاعد دلوقتي ندمان وبيعيط ومتضايق وكل حاجه، وبالتالي هو بيقول لو كنت ذاكرت احسن كان زماني عديت الكورس. نعبر عن الموقف ده ازاي؟ if مع تصريف مع past perfect او ماضي تام اللي هي had مع التصريف الثالث would have plus the infinitive plus the past participle اللي هو التصريف الثالث. طب في عندي جمله كمان بتقول ايه؟ if I hadn't left the door open لو ما كنتش سبت الباب مفتوح يبقى انا سبته مفتوح. اوكي، هو ده المعنى او اللي حصل في الواقع. لكن انا بقول بقى لو ما كنتش سبت الباب مفتوح the robbers wouldn't have stolen the office ما كانش زمان الحرامية دخلوا وسرقوا المكتب. اوكي، او مثلا ممكن انا بلومك بقول if you hadn't left the door open the robbers wouldn't have stolen the office لو ما كنتش انت سبت الباب مفتوح ما كانش زمان الحرامية دلوقتي سرقت الاوفيس خلاص. اوكي، يبقى انا كده بعمل لك بليم، بلومك على الحاجه اللي انت قمت بيها في الماضي واللي طبعا مستحيل انها تتغير دلوقتي. فبالتالي قاعده اف دي مستحيل انها تتحقق لانها بتتكلم عن حاجه حصلت عكسها في الماضي وما ينفعش نرجع بالوقت. يبقى عرفنا كيس 3 بستخدمها امتى والستراكشر بتاعها ايه والمعاني بتاعتها ايه. طيب في عندي كمان حاجه برضو ممكن الموقف بتاع يعني هاد اللي هو الموقف الاخير ممكن اقول لكم جمله هاد بتتكتب ازاي او بيتم التعامل معاها ازاي. يعني مثلا if I hadn't left the door open لو هبتدي بهاد انتوا شاطرين هتكتبوا لي دلوقتي جمله if I hadn't left the door open the robbers wouldn't have stolen the office. الجمله دي لو انا ابتديت بهاد هتبقى عامله ازاي؟ تعالوا كده نكتبها سوا. انا متاكده في ناس كتبتها في الكومنت قبل ما اقولها. if I hadn't left the door open اتفقنا هنشيل F وهنقول had. هنبدأ ب had. had I بس طبعا هنا علشان منفية فهنقول hadn't I. hadn't I left the door open يعني لو ما كنتش سبت الباب مفتوح the robbers ما كانش زمان الروبرز او الحرامية wouldn't have stolen the office ما كانش زمان الحرامية سرقوا المكتب دلوقتي. اوكي، او سرقوا المكتب طبعا كان امبارح. يبقى hadn't I left ابتديت بهاد وعشان منفية حطيت not. اوكي، وبعدين جبت ايه بقى في الحالة الثالثة؟ الحالة الثانية احنا متفقين ان هاد كانت هي الفعل الاساسي للجملة بمعنى يحصل على او يكون عنده حاجة معينة، ولكن هنا هاد عبارة عن التركيب بتاع الباست بيرفكت او الماضي التام. فانا عندي فهنا هاد زي فعل مساعد وطبعا left ده هو الفعل الاساسي، فلازم اجيب الاثنين في الجمله. بس جبتهم ازاي؟ حطيت هاد في الاول وبعد كده الفاعل بتاع الجمله اللي هو هنا I وبعدين جبت الفاعل الثاني او الاساسي في التصريف الثالث اللي هي كلمه left طبعا. اوكي، في التصريف الثالث. يبقى ده كده الشكل بتاعها لما اكون بعبر عن فكره انه دي جمله F بس من غير ما استخدم F. جبت كلمه hadn't I left the door open the robbers wouldn't have stolen the office. بكمل الجمله عادي جدا جدا. اوكي، في حاجه بقى مهمه تانية اللي هي الميكست كونديشنز، الحالات المختلطه. الحالات المختلطه يعني ايه؟ كتير جدا الحالات المختلطه بتحصل في الكيس 2 والكيس 3.
يعني ممكن نقرا الجمل بسرعه، ولكن هنقولها لكم ان شاء الله في مراجعه يونت 6 لان للاسف الوقت خلص. فاحنا يعني الكيسز اللي هي 2 و 3 كتير قوي، مثلا بكون عايزه اعبر عن حاجه حاصله بشكل معين وكانت النتيجه بتاعتها في المضارع مثلا، فبالتالي انا هتكلم في الحاله دي في الماضي، اللي حصل ده في الماضي والنتيجه بتاعته اللي حصلت في المضارع هجيبها في الحاله الثانيه. اوكي، او العكس، اجيب بدايه الجمله اللي هي جمله اف مع الافعال اللي هي بتبقى انا وضعي فيها مستمر كده، او انا على طول الوضع كده، اجيب النتيجه بتاعتها ان انا علشان على طول وضعي كده النتيجه بتاعتها هتبقى حاجه مثلا حصلت امبارح فاجيبها في الماضي، فيبقى الجزء الاول ده في الكيس الثانيه والجزء الثاني في الكيس الثالثه. دي كده بنسميها الميكس كونديشنز. هنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن ان شاء الله في الحلقات القادمه. جهزوا بقى نفسكم للمراجعه، ذاكروا كويس وعرفوني عايزين نبتدي من يونت 6 مراجعه ولا نبتدي من يونت 1، يعني 6 واحنا طالعين ولا 1 واحنا نازلين، وعرفوني هيتم ازاي وحسب الاغلبيه هنختار. Thank you very much for watching and wish you the best. See you later and goodbye. مدرستنا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين بقيمتنا. المدرسة علينا بتنادي عني شايفها في وسط بلادي، بتنمينا مع بعضينا، بتنمي فينا معلوماتنا، عالهوا دروس يومية للابتدائية والثانوية.